لو بتخافي تقولي لأ، الفيديو ده هيغير حياتك. انتي، أيوة انتي، لو بتخافي تقولي لأ، الفيديو ده ممكن يغير حياتك بالكامل. اسمعيني للآخر علشان هتعرفي ليه كلمة صغيرة زي لأ هي أهم خطوة لسلامك النفسي. ليه أصلاً بتخافي تقولي لأ؟ عارفة ليه؟ لأنك اتربيتي على إن اللطف يعني موافقة، وإن الرفض قلة ذوق أو قسوة أو زعل الناس. فكبرتي وبقيتي تقولي حاضر ماشي أوكي، حتى لو جواكي الصرخة بتقول لأ مش قادرة. والنتيجة؟ أعصابك اتشدت وطاقتك اتسحبت، وبقيتي بتعملي حاجات مش بتاعتك على حساب نفسك. إيه اللي بيحصل جواكي وقت ما بتحاولي تقولي لأ؟ الحقيقة إن جسمك بيترعب، قلبك يعلى، صوتك يتهز، والمخ يفضل يزن عليكي. لو قلتي لأ هتزعلي حد، لو قلتي لأ هيشوفوكي أنانية، لو قلتي لأ هتخسريهم. بس خدي بالك، أكتر ناس بتتعب من فكرة الأذى هم الأكتر قابلية للاستغلال. طب إزاي أقول لأ من غير ما أقطع العلاقة؟ الخبر الحلو إن في طريقة تقولي بيها لأ من غير ما تبقي وحشة ومن غير ما تخسري حد. السر في جملة واحدة: لأ، لكن ممكن أساعد بشكل تاني. مثال: حد طالب منك شغل زيادة وانتي مرهقة، قولي لأ مش هقدر دلوقتي، بس أقدر أرجع لك بكرة بوقت مناسب ليا. حد طالب منك خدمة كبيرة، نقول إيه؟ لأ مش هينفع أعمل ده، بس أقدر أرشح لك حد يساعدك. كده انتي قلتي لأ وفي نفس الوقت حافظتي على علاقتك، والأهم حافظتي على نفسك. تمرين ال5 دقايق عشان تتغلبي على خوفك. دلوقتي تعالي نعمل تمرين بسيط. هقولك 3 جمل، ولو كررتيهم كل يوم هتبصي تلاقي نفسك بقيتي قوية جدا. 1: حقي أقول لأ. 2: اللي بيحبني بيحترم حدودي. 3: لأ مش هجوم، لأ حماية. اقفي خدي نفس وقولي بصوت عالي قدام المراية. كل مرة بتقولي لأ بتحرري جزء من حياتك. أنا عارفة قد إيه كلمة لأ صعبة عليكي، بس اللي مش عارفة تاخد حقها بتتسحب منها الحياة شوية بشوية. لو عايزة أساعدك تبني حدود قوية من غير ما تخسري الناس، ابعتيلي كلمة قوة وهبعتلي خطوات عملية تبني بيها حدودك صح.